اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. روتين جديد بقى النهارده، كله نشاط وحيويه وطاقه ايجابيه، روتين تشجيع ضد الكسل. النهارده هنخلص شويه حاجات معانا في المطبخ وهنجهز الغداء وهنعمل كمان حاجه حلوه. يعني اليوم كله النهارده في المطبخ هنشجع بعض بقى ونقوم بقى نخلص اللي ورانا. بس بقى نسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام ونبدا الفيديو بتاعنا النهارده. بس ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه لو كنتوا بتشوفوني اول مره. المعتاد يا بنات، يومي بيبدا بعد صلاه الفجر، يعني بصلي الفجر وببتدي يومي من الساعه 5 الفجر لحد الساعه 7 الصبح. الساعتين من 5 ل 7 الميه بتوصل فيهم، باقي اليوم طبعا الميه مش موجوده عندي، فبحاول بقى اخلص كل اللي ورايا او كل حاجه محتاجه ميه في الوقت ده. بعبي طبعا الازايز بتاعت التلاجة، بعبي الكولمون، بحط غسيل، بغسل المواعين، بخلص كل حاجه انا محتاجه فيها الميه. بعبي طبعا ميه زياده كمان عشان الاكل طول اليوم طبعا، والجو حر طبعا استعمال الميه بيبقى اكتر. تمام. طبعا بعد ما خلصت كل حاجه ورايا ريحت شويه، وبعد كده قمت بقى اجهز للغدا. اول حاجه طبعا هسلق الفراخ. انا الفراخ ده غسلاه مره واتنين وتلاته، وبعد كده عملت له محلول نقع. محلول النقع عباره عن لتر ميه، معلقتين سكر، معلقه كبيره من الملح، 4 معالق من الدقيق، وعصير ليمونتين كده كبار حلوين محترمين. تمام. ونقعت بقى الفراخ فيهم. بلاش خل للفراخ، الفراخ لو حطيتي لها خل، الخل بيثبت الزفاره. بعد كده يا بنات بغسل الفراخ مره تانية وبصفيها من الميه كويس. بعمل لها تتبيله بقى: بصلايه مبشوره، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقتين ملح، عصير نص ليمونه. بتبل الفراخ كويس وبسلقها طبعا في ميه السلق. طبعا الميه طبعا انت زي ما انت عايزه، انا حاطه ورق لورا، حاطه حبهان، عايزه تضيفي اي حاجه تانية زي ما تحبي. الفراخ يا بنات كانت استوت، قلت بقى اعمل الملوخيه. هعمل حبه ملوخيه كده، بس انا بحب اخرط الملوخيه بالمخرطه، مش بحب اعملها في الكبه خالص. طبعا بالمخرطه العرق بيبقى مظبوط والملوخيه بتبقى زي السكر. تمام. خرطت بقى الملوخيه، جبت الحله بقى اللي انا هعمل فيها الملوخيه، ربع معلقه صغيره من الثوم المهروس، نص مكعب مرق، تقدري تستغني عنه تماما لو مش عايزاه وتستبدلي بملح. تمام. ربع معلقه صغيره كده من السكر، بتخلي الملوخيه تحفه. نزلت بقى بالشوربه على الحاجات دي كلها وخليتها تغلي، وابتديت ان انا انزل بالملوخيه. الملوخيه مش بتغلي، الملوخيه لو غلت بتسقط على جنب كده. حسيت ان هي ايه، غلت غلوه بسيطه مش بتغلي، غلوه بسيطه كده. ونزلت ايه برشه من الكربونات. تمام يا بنات. هنا بقى كانت الملوخيه ما شاء الله استوت وزي العسل، وابتديت بقى انزل بالثوم. طبعا ايه، كانت الريحه خطيره. هنا بقى المحشي انا عملته معاكم كتير قبل كده. جيت بقى اسوي المحشي، حطيت كده مكعب مرق ومعلقتين 3 كده من الزيت، بتخلي المحشي طبعا بيلمع بعد ما يستوي. ابتديت انزل بالشوربه كده، خليته يغلي وهديت عليه النار لحد ما يستوي. يا بنات كان غدانا جاهز. انتوا هتلاحظوا ان انا بعمل الملوخيه قليله جدا، لان انا مش بحب الملوخيه لما تبات، فانا بعمل الملوخيه على قد الغدا. تمام يا بنات. انت عايزه تزودي زي ما تحبي. تمام. هنا بقى المحشي استوى زي العسل. وهنا الفراخ بعد ما استوت رشيت عليها رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود، وحمرتها كده في معلقه كبيره من البنات، والحمد لله وربنا يديمها علينا نعمه. ندخل بقى على المطبخ، واهم حاجه في المطبخ هي المواعين. بعد ما خلصنا كل حاجه لميت المواعين كلها بقى في الحوض. طبعا المواعين دي مش كلها، ما يغركمش بقى المنظر ان هي قليله، لا، في بقى اكتر من كده على الرخامه. مواعين كتيرة قوي كانت، طبعا عشان انا عملت الاكل. انا طبعا عشان المواعين مش شغاله بلم المواعين كلها مره واحده. يعني بعد ما اخلص كده اكل واتغدى والم المواعين بتاعت الغدا طبعا بلمها كلها مره واحده. انما لو كانت الميه شغاله طبعا بلم اول باول، يعني اول باول كده. اي حاجه احطها في الحوض بغسلها. انما طبعا عشان انا عندي الميه مش شغاله فبستنى بقى الم المواعين كلها مره واحده واغسلها. والحمد لله على كل حال. لميت بقى المواعين كلها كده وخلصت المواعين. خلصت المواعين والحمد لله وخلصناها. طبعا هي كانت كتيرة قوي، بس على مين خلصناها؟ مفيش حاجة تفضل في الحوض، لازم طبعا الحوض يبقى فل شمعة منورة. تمام يا بنات. خلصت بقى الحوض ودخلت بقى على البوتاجاز، غسلته غسلة محترمة. طبعا البوتاجاز مكان الأكل طبعا لازم يتغسل اول باول عشان يفضل معاكي زي الفل. تمام يا بنات. انا مش بغسل البوتاجاز غير بالسلك، سلك المواعين. مش بغسل بحاجه غير سلك المواعين وصابون. خلصت طبعا غسيل البوتاجاز ودخلت على اخر حاجه كده، غسيل الحوض. دي بتكون اخر حاجه في المطبخ بعد ما اخلص طبعا الاكل وبخلص البوتاجاز وكل حاجه. بيكون الحوض لازم يتغسل كويس اول باول عشان تحافظي على نظافته. خلصت بقى غسيل الحوض والبوتاجاز وكل حاجه. قلت بقى اعمل لهم حاجه حلوه بعد الغدا. هعمل لهم النهارده رز بلبن. عندي كوبايه من الرز المصري، غسلتها كويس ونزلت كده برشه من الملح وحوالي كده كوبايتين كبار من الميه. وهبتدي ايه، اسوي فيهم الرز. يعني هخلي فيه تركايه بسيطه. تمام. يعني مش هسويه للاخر. تمام. يعني مش هسوي الرز تسويه كامله في الميه، يعني هسيب تركايه بسيطه كده يكمل بقيه سواه مع اللبن. خلاص كده زي الفل. تقريبا كده شرب الميه كلها او تشرب الميه كلها. هبتدي انزل بلتر
من اللبن كامل الدسم. نقلب تقليبه حلوه ونسيبه كده على نار هاديه لحد ما يستوي التركايه اللي هي فاضله. خلاص كده زي الفل، الرز استوى وزي العسل. هبتدي انزل بالسكر. السكر ده على حسب ما انت عايزه، في ناس بتحب الحاجه سكرها زياده وفي ناس بتحب حاجه سكرها اقل. وبعد كده هنزل بالفانيليا، وبعد كده هقلبه تقليبه حلوه لحد ما السكر يدوب، لان السكر طبعا حبيبات فلازم السكر يدوب. نقلب تقليبه حلوه كده وزي الفل كده، وهرفعه من على النار. عندي بولات بقى وهبتدي احط فيها الرز بلبن. الرز بلبن بتاع النهارده بطريقه مامتي ومامتك، الحاجه الزمنيه بقى اللي هي كانت خير وبركه. تمام، ربنا يديهم الصحه والعمر يا رب. ما حطيتش كريم شانتيه وما حطيتش نشا، انا عملت بقى الرز بلبن بتاع زمان. خلاص كده حطيته في البولات وهسيبه كده يبرد شويه قبل ما احطه في التلاجة. لازم يبرد شويه وبعد كده احطه في التلاجة طبعا، ويتقدم بارد، ويبقى طعمه زي العسل. حلو قوي للولاد، حاجه مغذيه كده وحاجه انت عاملاها في البيت. وده كان نهايه الفيديو بنات. بتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم بقى ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. بحبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.